السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيقول لك اللي ياكل من فاسه قراره بيكون من راسه، واللي يمد رجليه ما بيمدش ايديه. كان إبراهيم باشا بن محمد علي باشا مرة دخل المسجد الأموي، وكان الشيخ سعيد حلبي بيلقي درس على تلاميذه وعلى مريديه في المسجد الأموي. فلما دخل إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا المسجد على الشيخ سعيد، الشيخ سعيد كان قاعد ومادد رجليه. فلما إبراهيم باشا دخل ظن إن الشيخ سعيد هيلم رجليه ويتغير في هيئة جلسته، لكن اللي حصل إن الشيخ سعيد حلبي ما اتعدلش ولا غير من جلسته، وفضل مادد رجليه زي ما هو. ده غاظ إبراهيم باشا وضايقه جدا. فخرج إبراهيم باشا، وإذا بالمنافقين يلتفون حوله ويحرضونه على الشيخ سعيد حلبي. إزاي أنت الباشا الكبير ابن الباشا الكبير يدخل عليه المسجد وما يلمش رجليه ويفضل مادد رجليه؟ فإبراهيم باشا قرر إنه ينتقم من الشيخ سعيد حلبي. كان طريقة انتقامه عجيبة، حب يشتريه بالفلوس، يكسر نفسه ويكسر عينه علشان يبقى تحت أمره ورهن إشارته، وبعد كده لما يشوفه في أي مكان يقوم ويقف انتباه. ولكن إبراهيم باشا فكر الفكرة ديت وجاب 1000 ليرة ذهب وبعتها مع الوزير بتاعه، قال له هتاخد 1000 ليرة الذهبية دول وتطلع على الشيخ سعيد حلبي في المسجد وتديله 1000 ليرة الذهبية قدام الناس كلهم وقدام تلاميذه وقدام مريديه. أنا عايزهم يعرفوا كلهم إن أنا اديته المال دوت، وهو خد المال ده وقبله. فالوزير خد 1000 ليرة الذهبية، وده كان مبلغ رهيب وقتها، مبلغ باهظ جدا، يعني يسيل له اللعاب يعني. وراح على المسجد الأموي ونادى من بعيد: يا شيخ سعيد، يا شيخ سعيد. فقال له الشيخ سعيد: نعم، ماذا تريد؟ قال له: إبراهيم باشا بعت لك 1000 ليرة ذهبية. فابتسم الشيخ سعيد وقال له بكل هدوء وثبات وحكمة: أيها الوزير، عد إلى سيدك ورد إليه ماله، فإن الذي يمد رجله لا يمد يده. عزة النفس فوق كل شيء. علشان كده اليد العليا خير من اليد السفلى. دايما لما تكون ايدك معطاءة افضل ما تكون ايدك سفلى وبتمتد لغيرك عشان تستجدي منهم لقمة عيش تاكلها او قرشين تعيش بيهم. عيش حياتك على قد دخلك، وما تحاولش تمد رجليك ازيد من لحافك وغطاك. خليك على القد علشان ما تتحوكش لحد وتمد ايدك لحد وتاكل بالسلف وتاكل بالربا، وتبقى مكسورة عينيك قدام كل اللي بيديك من اللي يسوى واللي ما يسواش. عزة النفس فوق كل شيء. لما تاكل من فاسك يبقى قرارك من راسك، ومحدش يكون له سلطة عليك ولا له رأي عليك. دمتم بخير وسعادة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.